أحمد كريم بالإقامة في تطبيق مرخص جديد المعروف باسم 1xBet كسب ما بين 4000 جنيه مصري. الحقيقة كان يعني غريب جدا ان انا اشوف اعلان سبونسرد اد، يعني اعلان ممول زي ما بنقول على فيسبوك ل 1xBet. طبعا هنقول ايه 1xBet، بس انا كان الموضوع غريب بالنسبة لي، اعلان غريب. وطبعا معمول كأنه يعني ان هو كأنه خبر طالع من الجزيرة. وقال يعني معرفش مين احمد كريم، غالبا هو طبعا اذا كان في تيم، انا مش عارف قوي آلية الشغل على 1xBet، بس هو بقى ممكن يكون عامل تيم او شيء من هذا القبيل. طب 1xBet هو تطبيق مراهنات. ليه انا اتكلمت او حبيت اتكلم في الموضوع ده؟ لان انا كمان كنت ماشي في الشارع من كام يوم، فبصيت في محل عامل زي مثلا يقول لك ايه، تحويل فوري، تحويل فودافون كاش، تحويل رصيد 1xBet، اللي هو يعني وحاطط اللوجو بقى، يعني اللي هو طبعا 1xBet هو تطبيق قمار، نسميه ميسر، نسميه مراهنات، توقعات المباريات. من فترة كمان وانا الحمد لله كنت سألت مثلا ابني، فيعني عرفت ان هو لا الموضوع منتشر في جيلهم، بس قال لي لا طبعا يعني، فالحمد لله يعني، وربنا يعني يبقى كل ولادنا واخواتنا ياخدوا بالهم من الموضوع ده، ان في ناس ممكن في السن الصغير ما تبقاش فاهمه قوي القصه دي يعني. فكره يعني القمار او الرهان، كنا من زمان كده كنا نيجي نلعب مثلا واحنا صغيرين، كنا نلعب بيلي او نيجي نلعب كوره مثلا او حاجه، يقول لك ايه اللي هيخسر هيحاسب. فكنا بنفهم الحاجات دي طبعا، ان لا يعني لازم نبعد عن ده. فياريت كلنا ناخد بالنا من القصه دي مع اولادنا، مع اخواتنا، مع الناس اللي احنا مسؤولين عنهم يعني او كده. طيب التطبيق ده دلوقتي موجود، تعالوا نكمل الاعلان ونشوف. او يعني الجروبس بقى، كنت بتكلم على الجروبس انا ماليه الفيسبوك. يعني في جروبس ماليه الفيسبوك وبيحطوا عليها التوقعات، وبيحطوا فلوس وبيدفع فلوس وبياخد فلوس. ف واعلانه طبعا احنا كلنا بنشوفه في مباريات الكوره، هي مش نتيجه ان هو بيعلن يعني من مصر، هي المباريات الافريقيه اللي ممكن يلعب فيها الاهلي والزمالك او اي فريق مصري يعني بيلعب في افريقيا. هو الشركه دي او الاورجنايزيشن دي، الهيئه دي بترعى البطولات الكرويه. المصريين بالفعل من الفوز بمبالغ كبيرة جدا بفضل تطبيقنا. الآن احتمال تحقيق فوز كبير للاعبين الجدد هو 5.1 من ذلك هناك سحب على جائزة بقيمة على التطبيق. طبعا انا اللي لفت نظري ان الاعلان طبعا معمول، يعني ده مش مش يعني ده مش مثلا مش مذيع من الجزيره بجد، معمول بالاي اي. ولكن اللي هيشوفه ممكن لو حد يعني عايز اكسب، او حاجه طالع لها اعلان في التلفزيون، او الستات دي بتنهار فرحا يعني، فواي نوت، ليه لا ما جربش؟ والناس بقى محتاجه فلوس، الناس محتاجه فلوس سريعه، الناس محتاجه فلوس سهله، الناس ظروفها الاقتصاديه، الناس بتحب يعني التحديات دي كلها ممكن تكون اسباب او دوافع تخلي الناس ان هي تخش بقى في غمار الموضوع ده، اللي هو غالبا عواقبه يعني ايه، زي الطين يعني. يوجد بالفعل الآلاف من مقاطع الفيديو على الويب التي تحتوي على ردود فعل على الفوز في هذا التطبيق. لقد ربحت 692 ألاف جنيه الأسبوع الماضي، وأريد أن أشكر أحمد كريم لأنه أتاح لي الفرصة لتغيير حياتي. إذا كنت تريد يعني احمد كريم ده لو هو احمد كريم يعني صاحب 1xBet مش هيعمل كده طبعا. لكن طبعا حتى صوت البنت متركب طبعا على صوت حد ممكن كان معمول له انترفيو او يعني لقاء في التلفزيون او بشكل او باخر. فطبعا الموضوع ممكن يكون فيه شكل من اشكال برضو التسويق الهرمي. يعني انتوا عارفين طبعا كيونت، انت تيجي وتجيب تحتيك اتنين وكل اتنين واحد منهم يجيب تحتيه، انتوا عارفين القصة دي طبعا يعني. فهو غالبا يجري الامر بهذا الشكل، ولكنه هو يعني في مشكلة. طبعا احنا كلنا كنا سمعنا من فترة عن المدرس الفيزياء او اللي كان في الدقهلية، وطالب عنده اللي هو كان والده يعني طبعا ربنا يصبر اهله كده. فقال لك ان المدرس ده لما خطف الولد كان اتعرض، كان بيلعب قمار. طبعا القمار دي ممكن تيجي في دماغنا بيروح بقى يعمل زي فيلم بقى بتاع عارفين خالد صالح يعني وهاني سلامة. لا هو ما كانش كده. ومش قاعدين بيلعبوا على الكوتشينه زي فريد شوقي برضو ايه اسحف سيف وسيف، لا ده هو ابلكيشن ودنيا كبيره جدا موجوده على الويب وعلى الانترنت وجروبس علشان الناس تدخل تحط مين هيجيب جون، مين مش هيجيب جون، النتيجه تطلع كام حاجات زي كده. وفي الاخر يبقى طبعا في ارباح او مكاسب، يعني حاجه كده زي اليانصيب بتاع زمان. خسر بقى هو في المراهنات المدرس بتاع الفيزياء ده او القمار ده، فاتدين بقى او يعني عاوز يعوض او عاوز يجيب فلوس يدخل بيها تاني يعني عشان ايه يعرف. فطبعا كان عاوز يخطف الولد عشان يطلب فدية من اهله، فبيصوره وحب ان هو يعني قال يودي لهم نوع من التهديد ان انا السكينة على رقبة الولد اهوت، وهو بيصور الفيديو. الولد الله يرحمه
يعني السكين او الولد اتحرك او السكينه اتحركت ايا كان يعني، ولكن اتقتل من المدرس او المدرس قتله، والولد ربنا يرحمه ويصبر اهله طبعا. فلا، تيك كير، خدوا بالكم. أيضا تجربة المشاعر التي لا تنسى للفوز بالجائزة الكبرى. توجه إلى متجر أبل الآن، حيث لا يزال التطبيق متاحا، ولكن قد يتم إغلاقه قريبا أمام اللاعبين الجدد. وبعدين ايه بقى الموضوع فيه تسويق، اللي هو الارجنسي، يعني حس الالحاح، ان الحق روح على، طبعا يعني هو الراجل طبعا يعني حتى مش عارفين يجيبوا واحد، طب هات واحد حتى بيتكلم زي بصوتي كده بدل الذكاء الصناعي السخيف ده. حد هي الحق التطبيق لحسن هيمنعوا من اللاعبين الجدد ان هم ينزلوا التطبيق على الاب ستور. بالمناسبه انا اندرويد يعني، لان انا طالع لي اصلا وانا مش من التارجت اودينس بقى، لو هو يعني عامل استهداف صح. بس الكومنتات طبعا الناس داخله تقول قمار، في ناس كده، وفي ناس يقول لك ذكاء اصطناعي وحظ، طب في ناس واخده بالها. مش مهم بقى احنا نبقى واخدين بالنا، يعني اللي هو جيل الخمسينات والاربعينات مواليد، يعني احنا عارفين جيل السبعينات، يعني المواليدين في الستينات والسبعينات، ولادنا واخواتنا الصغيرين هم اللي ممكن يبقوا عرضه من السن الصغير. ما اعرفش مين احمد كريم ده اكشولي يعني مين احمد كريم ده فعلا طبعا. فالمهم ان احنا، يعني طبعا الناس اللي بتقول لك ذكاء اصطناعي مش ذكاء اصطناعي يعني ما علينا. ده احمد كريم طلع اصلا شخص، طب مين هو ده احمد كريم؟ بس هو يبدو انه ممكن يكون ملوش علاقه بالموضوع، والله اعلم، ما اعرفش. بس يعني هم قام هم اليوتيوبر أحمد مستغلين كريم بالإقامة في تطبيق ياخد مرخص بالنا، جديد المعروف مش باسم احنا بس، 1xbet، ولادنا والذي واخواتنا يمكن لآلاف الصغيرين. المصريين من خلاله كسب ما بين 4000 مدرس يبقى الطلبه بتوعي، لو انا حد يعني بدرب اطفال بلعب مع اولاد كوره مش عارف ايه يا جماعه، ايفن حتى على الانترنت او كده، ونشوف الموضوع ده. طبعا الموضوع بقى ان في ناس بتحول الرصيد في المحلات في الشوارع، ده موضوع مسخره جدا يعني، اكيد محتاج نوع من الرقابه طبعا، يعني هقول ايه، القانونيه والشرطيه والحكوميه يعني. يعني حبيت بس ان انا ابدي كده رايي في الموضوع. ربنا يسترها علينا جميعا ويعافينا ويرحمنا. وعارف اللي هو جه في دماغي عمرو مصطفى، يعني في رمضان ربنا يستر.